تحياتي لكل متابعي مشاهدي برنامج قوت القلوب، ولقائنا المعتاد كل يوم خميس في نفس الموعد على الهواء مباشرة معاكم الساعة 12 الظهر. بنلتقي معاكم وتفاسير كثيرة جدا لبعض الآيات القرآنية وبعض الصور. الحقيقة طبعا بنتعرف من خلال هذه الصور على الكثير من المعاني واللطائف والأسرار القرآنية. لازلنا معكم مع سورة الحج لأن فيها عبر كثيرة جدا وأخلاقيات كثيرة جدا ممكن يتعلمها الحاج وغير الحاج. هنتعرف عليها النهارده ونتعلم هذه التفاصيل. بس في البدايه بنذكر حضراتكم ان التليفون الخاص بالبرنامج هيظهر امام حضراتكم على الشاشه لاي رغبه في التواصل معنا والانضمام معنا، وان شاء الله هنجاوب على كل الاسئله والملاحظات الخاصه بحضراتكم. معانا ومعاكم النهارده ضيفنا الكريم فضيله الشيخ عماد محمود من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بكم. منور حلقتنا النهارده، والحقيقه طبعا بنقول انه في اركان كثيره جدا خاصه ب يعني الاسلام ذكرت في القران الكريم كمجال او موضوع. يعني مثلا الصلاه ذكرت في بعض الايات، الزكاه برضو تم الحث عليها في بعض الايات، بنتكلم برضو في الصوم ذكر مثلا في سوره البقره، ولكن ان يبقى فيه ركن تام يذكر له يعني صورة كاملة بكل المشاهد الخاصة بيها، ده شيء كان جميل جدا. فعايزين نعرف بعض المعلومات كده، نبذة في البداية عن أهمية هذه الصورة وليه حملت هذا الاسم تحديدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، قبل الحديث عن هذه الصورة فإننا نجدد النية بأن هذه الحلقة هي الخالصة لوجه الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشفع فينا القرآن. هذه السورة الكريمة سورة الحج، ويمكن زي ما حضرتك ما ذكرتي إن أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة. لم تأتي سورة في القرآن تسمى بسورة الصيام، ولم تأتي سورة في القرآن تسمى بسورة الزكاة، ولا سورة تسمى بالشهادتين مثلا، إنما جاءت سورة تسمى بسورة الحج، لأنه هو الركن الأعظم من أركان الإسلام. هذه السورة الكريمة سورة الحج، وعندما تسمى بهذا الاسم دلالة على مكان هذه الشعيرة أو مكانة هذه الشعيرة. هذه السورة المتأمل فيها يجد بأنها بدأت بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. واحنا عندنا في القرآن سورتين بدأوا بيا أيها الناس. السورة الأولى هي سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. دي أول سورة بدأت بقوله تعالى أو الخطاب يا أيها الناس. السورة الثانية سورة الحج التي معنا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهنا نداء الناس ده كنوع من التنبيه، يعني عشان حتى اللي بيقرأ أو يستمع للآية دي نفسه يحس إنه في أهمية لما سيتم سرده من معلومات أو تفاصيل بقى. لذلك الخطاب في القرآن الكريم يأتي عاما لجميع الناس، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. دي بداية سورة الحج. ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالخطاب عندما يكون لجميع الناس فإنه يحمل مطلق الإيمان، أي يطلب من الناس الإيمان بمين؟ بربهم سبحانه وتعالى.
الخطاب عندما يأتي للمؤمن بقوله تعالى يا أيها المؤمنون أو قد أفلح المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا، يبقى خطاب لمين؟ للمؤمن. ما يأتي من بعده من كلام هو تكليف شرعي من الله عز وجل لمين؟ للمؤمن. يبقى عاوزين نفرق ما بين يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس خطاب للناس جميعا، تنبيه زي ما حضرتك ما ذكرتي للناس جميعا بالإيمان أو الانتباه إلى شيء. إنما يا أيها الذين آمنوا لابد أن ننصت إليها، إما خير أو شر يأمر به، خير يأمر به أو شر ينهى عنه، فهو تكليف من الله سبحانه وتعالى للمؤمن. في برضه في القرآن جاء يا أيها النبي، يبقى الخطاب هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله بدأت، يا أيها النبي سورة الطلاق إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ده معناه ان في خصوصية في الكلام، خصوصية للناس جميعا أو للمؤمن أو لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة بدأت بيا أيها الناس، هي تشتمل، هي سورة مكية، وكلمة مكية كما ذكرنا في لقاءات إن كلمة مكية أي نزلت في مكة على قلب النبي. قال العلماء إن هي مكية ما عدا 6 آيات، وقال بعضهم 4 آيات، وقال البعض 3 آيات بس مدنية، من قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. يبقى دي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، عدد آياتها 78 آية. هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ذكر فيها سجدتين. يعني في الربع الأول وختام الربع الأول من هذه السورة بين الله فيها سجدة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الآية الثانية بتاعت السجدة ذكرت في ختام السورة الكريمة عندما قال الحق يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهي السورة الوحيدة التي ذكر فيها سجدتين. طيب احنا بنقول بقى طبعا انه مشاهد كتير، ملامح كثيرة خاصة بهذه السورة، لكن هنمسك مع حضرتك سرد بقى لبعض الآيات عشان نتعرف على الأسرار اللي موجودة فيها. يمكن عندنا الآية الثانية بعد اللي حضرتك ذكرتها يوم ترونها تزعل كل مرضعة، هنا مشاهد بقى خاصة بيوم القيامة. نعم. الحق سبحانه وتعالى ذكر في بدايتها فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا لماذا؟ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. تكلم عن الزلزلة، والزلزلة إذا تحركت الأرض بأمر ربها واضطربت. لماذا؟ لأن الذي يأمرها بالتحريك هو الله. لذلك العلماء قال هل زلزلة الساعة مثل أي زلزال يحدث الآن؟ قال البعض هو زيه بس أشد، لأن الأمر من الله. لذلك من شدة الزلزلة ومن مكانتها والتنبيه على أمرها ذكرت سورة في القرآن تسمى بسورة الزلزلة. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلى ختام السورة. يعني ذكر الزلزال أكثر من مرة بصور مختلفة في القرآن الكريم بيدل على أن من مشاهد قيام الساعة الزلزال أو هذا اليوم العظيم هو الزلزال. والدليل على أن الزلزلة شديدة أن الآية الثانية التي حضرتك ذكرتيها يوم ترونها، ترى الضمير هنا يعود إلى إلى الزلزلة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما نتأمل في القرآن ككل مش في الصلاة بس، إن ما من كلمة في القرآن بل ما من حرف في القرآن إلا وله مكانة ومش محطوط كده، لا. لذلك ربنا أمرنا قال أفيتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما قالش لماذا كل مرضع،
ما قالش قال كل مرضعة، ما قالش ده كل مرضع. لماذا؟ لأن بيبين ان حال الإرضاع في الوقت ده عندما يلتقم الطفل ثدي الأم وترضعه، من شدة الهول تنزع الطفل من على ثديها. يعني من شدة الهول، لما يكون إنسانة بترضع ابنها أي حاجة تحصل عمر ما تمسك ابنها وترمي بيه، ماشي. إنما لو قال كل مرضع، طب ما كل واحدة بترضع. بس هو قال لك دليل على شدة الموقف أن الأم وهي تحضن ابنها وترضعه عند الزلزلة تلقي به. طبعا مفيش حاجة بقى محدش يعمل حاجة زي دي إلا لما يكون الموقف شديد. وتضع كل ذات حمل حملها، أي صاحبة حمل، ما قالش حامل، لأن كل إنسان أو كل إنسانة متهيئة للحمل. إنما هنا قال وتضع كل ذات حمل حملها، أن الحمل استقر في بطن الأم واقترب أن يخرج، ولكن من شدة الزلزلة ومن شدة الهول ومن شدة الموقف وضعت الأم حملها دون أن تشعر. يبقى هنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شو بقى التعبير؟ وتضع كل ذات حمل حملها. ثم يأتي بتعبير آخر على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تلاقي الناس تشوف كده تحسي ان زي ما يكون حاجه من هول الموقف والخضه ويعني عدم التصديق نفسه. نعم. والمفاجاه والمباغته اللي حصلت في هذا الموقف. زي ما حضرتك كده لما تلاقي واحد لا قدر الله حصل له حاجه او سمع خبر شديد، الناس تقول له مالك؟ انت حصل لك حاجه؟ انت مالك كده بتخبط او تحس ان شارب حاجه عامل حاجه؟ فدي نفس القصه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى بدأت بالتقوى وزلزلة الساعة عشان شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لذا بدأ الخطاب بيا أيها الناس. رجعنا تاني يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. ده بيحدد في الآية 5 تحديدا. نعم. إنه كان في بعض الناس بتدعي إنه مفيش بعث تاني، وإن الناس لما هتموت مفيش بعد كده لا يوم قيامة ولا في حساب ولا جزاء ولا أي حاجة خالص. فبتأتي الردود دي أو الإجابات دي علشان تؤكد فعلا إنه في الجنة، والجنة دي لها حساب، والنار برضو وفقا لحساب، وإن في بعث، وإن الناس هتقوم تاني، وإن الناس هتصحى من تاني، وربنا هيحييهم مرة أخرى. كل ده كان بيبقى فيه لغط نوعا ما. هي هذه الآية يمكن أطول آية في سورة الحج، أطول آية في السورة ذات نفسها. برضه بدأ يا أيها الناس، خطاب لمين؟ للناس كلها. قيل أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث، في شخص معين تحديدا يعني. قيل لا، لأن قال الملائكة بنات الله، النضر بن الحارث. وقال القرآن أساطير الأولين. وقال من يحييني بعد أن أموت وأكون ترابا. يعني كان بيكذب بحاجات كتير جدا. قال من يحيي، حتى في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها مرة. هذه الآية بينت شيئين. الشيء الأول بينت قدرة الله عز وجل. الشيء الثاني بينت بأن زي ما حضرتك ذكرت أن هناك حساب وأن هناك بعث. طب والدليل لو مسكنا هذه الآية، إن كنتم في ريب، خطاب للناس كده زي ما اتفقنا أول الحلقة، إن كنتم في ريب من البعث، لا اتذكروا بقى، فإنا خلقناكم في ريب يعني في شك، خلقناكم من تراب، قصد به مين؟ آدم، سيدنا آدم هو المخلوق من التراب. فإنا خلقناكم من تراب، نشوف بقى الترتيب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. طيب هو ربنا في سورة الذاريات قال لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال لك أنت يلي بتنكر البعث بص لنفسك، أنت متكون من من مني يمنى، ثم نطفة لحم أو دم جامد، ثم مضغة، ثم علقة. وربنا قال حتى في سورة المؤمنون قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.
اللي هو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظاما لحما. فقال لك لو انت شاكك في البعث بص لنفسك، انت كنت طفل او كنت في رحم امك نطفة ثم علقة طب جيت طفل، وبعد ما بقيت طفل اصبحت شاب، وبعد ما بقيت شاب رجعت بقى للشيخوخة والكبر، ورجعت للاول. يعني اول الطفل ربنا قال في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب ربنا قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. العمر بيتقدم لتبص تلاقي الإنسان لما يوصل لدرجة الشيخوخة بيتبص تلاقي رجع زي الطفل، الذاكرة بتضعف، الجسم بيضعف، الحال بيضعف. طب مين بقى اللي طلع الحاجات دي كلها؟ ربنا. زي ما خلقك قادر يحييك وقادر يبعثك. لذلك قال في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأعطانا مثل لقدرة الله وأعطانا مثل للبعث والإحياء بأنفسنا، ثم أعطانا مثل بالطبيعة بقى. لو أنت مش هتبص لنفسك بص للي حولك. ماشي. قال بقى لما قال ثم امكم من ارض الارض عمر كي لا يعمل علم شيئا، قال وترى الارض هامده يعني ميته فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. تمام. فتح الله عليك. يبقى كده نزل الماء احيا الارض، هو اللي احيا الارض. وحضرتك لو شفت اكثر من ايه حتى في سوره الحج اخرها في اخر ربع فيها تكلم عن ذلك، تكلم ان الفلك مسخره والارض مخضره، واتكلم عن ايات كثيره في اخر سوره الحج. فكده دليلين على ان البعث، يعني اللي بتنكر البعث وتقول وتشكك في البعث، لا، خلقناك انظر الى نفسك وانظر الى الارض التي هي هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. وربنا قال في كذا سوره ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم آيات كثيرة. طب بالعكس ربنا سبحانه وتعالى أعطى مثل الحياة الدنيا في الآخرة، مثل الدنيا بالنسبة للآخرة في سورة الحديد. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. الغيث نزل على الأرض طلع زرع أعجب الكفار نباته ثم يعيش فترة مصفرا ثم يكون حطاما بينشف وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام. وبنستمر برضو في هذا المشهد وهذا الوصف الجميل ان الساعة لآتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. تاني بنؤكد على ان في بعث، هو البعث اللي الناس اللي توفت او توفاهم الله واللي كانوا موجودين في القبور تاني نذهب للسماء للحساب. فهذا المشهد يؤكد انه ما بعد الوفاة في حساب مرة تانية. تمام. هذه الآية ربنا لما تكلم عن قدرته في البعث وخلق الإنسان وبيان لنا دليلين، قال لك بأن الساعة آتية لا ريب فيها، دي ما فيهاش شك، وأن الله يبعث من في القبور. من في القبور، كل في القبور هيخرج. ويوم ربنا ذكر في أكثر من آية يوم يخرجون من الأجداث أي القبور صراعا كأنهم إلى نصب يوفدون. ده كله هيخرج الإنسان والحيوان وكله. وقال لك وكيف آية كمان يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. يبقى اعمل بقى للساعة واعمل ان في بعث، زي ما قلت كده النضر بن الحسن قال ما فيش بعث، اعمل ان في بعث. ذلك بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اللي بعدها بقى ذلك بأن الله هو الحق، الحق وكلمته حق. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير. يبقى الموتى موجود، هتموت، هتبعث، هتحاسب. لماذا؟ حتى يجازي السيء بالسيء، السيئة بالسيء، والحسن بالحسن. لأن ربنا الآن قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين بالظبط. وكلام حضرتك يؤكد إنه لو كان يعني بنهاية الحياة عندنا في موت
يبقى ليه ربنا دايما يدعونا الى اعمال الخير؟ ما هو انت بتعمل الخير عشان تثقل الموازين، علشان بعد كده فنجعل المسلمين كالمجرمين. اه كده لازم نبقى فيه فانت لو حياتك حساب. كده، ما انت ساعتها بقى تقول خلاص انا عملت زي ما عملتش، او بمعنى اصح عملت الحاجات الوحشه، خلاص ما هي في النهايه انا هموت، انتهى امري. لكن انت دعوتك لعمل الخير ليه؟ لانك انت في النهايه في ثواب وفي جزاء وفي ميزان وفي جنه. تمام. أليس من أسماء الله العادل؟ من أسمائه العادل والعدل. فمن عدل الله أن يكون هناك جزاء للمؤمن المطيع، وأن يكون هناك جزاء للكافر. لازم أن تبقى في جنة. نقرأ سوية في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. دي مشهد من مشاهد يوم القيامة. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض مشربك إن ربك فعال ما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى لازم في حساب. هي الدنيا ممر ولا مستقر؟ لا، ممر. ممر للآخرة. لذلك الناصح والمؤمن الناصح اللي يمسك الحبل من النص. ازاي؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ورب سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخلي الدنيا في إيدي مش في قلبي، لأن الدنيا لن ينالي منها إلا ما قسمه الله لي مهما أعمل، بس بأخذ بالأسباب، بس مش هياخد اللي ربنا قسمه لي. يبقى العاقل اللي يجعل الدنيا في يده وليست في قلبه. لما يكون في يد الإنسان ما حدش هيزعل على حاجة. لا أنا هزعل على حاجة فاتتني، ولا هزعل على حاجة ما جاتليش، ولا كذا، وأعيش مطمئن ومرتاح البال أن ما أصابني كتبه الله لي، وما لم يصيبني لم يكتبه الله لي. وهنعيش في أمان ونعيش في سلام. تمام. يبقى كده لما الدنيا تكون في الإيد. إنما لما تكون الدنيا في القلب، طب وده برضه حذرنا، قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ليه؟ لأن أنت غصب عنك عندك مال وعندك أولاد وعندك شهوات فغصب عنك أنت هتنكب على الحياة بأي شكل. في حاجة أقول لحضرتك حاجة. الشيء لازم القاعدة كده نحطها أمام عيوننا. الشيء إما أن تتركه وإما أن يترك. دي قاعدة محروفة. يعني الحاجة اللي معايا لا أنا اللي أسيبها، ده هي اللي تسيبني. فدوام الحال من المحال. طيب بنستمر في هذا السرد لحد يمكن ما بنوصل للآيات بقى اللي بيتم الذكر فيها شعيرة مهمة جدا من شعائر يعني أو أركان الإسلام، الحج، وبيتم الوصف يعني بعض المشاهد الخاصة به وبهذه المناسك في السورة. فيمكن ده في الربع الأول من السورة. برضو عايزين نستعرض ونقول بقى هنا بدأ يتكلم عن حاجة مهمة جدا عشان بقى بيحس الناس انه يعني ده جزء مهم من فروضك اللي انت لازم تستكملها اذا تمكنت يعني في حياتك او اتيحت لك امكانيات بدنيه ماديه معنويه انك تطلع يعني. فاستعدادك عايزين بقى ننبه هنا بقى الناس انه الحج مش بس فريضه انت رايح تأديها وخلاص وانتهى امره، لا ده بيبقى فيه اعداد واستعداد ليه. تمام. اولا نسال الله ان يكتب لنا جميعا حجه الى بيته الحرام، المشاهدين وكل من يسمعنا. القرآن يفسر بعضه بعضا، وما أجمل في بعض الآيات أو في بعض الصور عفوا فسر في البعض الآخر. سورة الحج بتبين المشهد أو اللقاء الذي حدث بين رب العزة وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا لما خد السيدة هاجر وراح في مكان وصحراء وقصة كلنا عارفينها. تمام. ودي تعلمنا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. لما راح لسيدنا إسماعيل قال له إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا، أبني بيت فاه هنا. وربنا قال في السورة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود.
قال لي ابنه ربنا أمرني أن أبني بيتا هنا، فاستجاب له فبنى البيت أو بنى الكعبة. طيب أمر الله له أن يؤذن في الناس بالحج، ودي تبين مدى قدرة الله ومطلق القدرة لله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فسيدنا إبراهيم تعجب، طب أنا في مكان صحراء تمام وأذن لمين ولا ندى على مين؟ فوقف ونادى أيها الناس إن الله قد بنى بيتا فحجوا. فسمع الناس جميعا بقدرة وبطلاقة قدرة الله، فلبى الناس في أرحام أمهاتهم وفي أصلاب آبائهم. اللي لبى قال لبيك مرة يحج مرة، اللي قال لبيك مرتين يحج مرتين، فكل لبى. وكأن النداء ده فضيلة الشيخ متوارث، يعني كأنه حاجة كده زي ما حضرتك قلت كانت موجودة في أرحام الأمهات وفضلت تتواصل إلى يوم الدين. ممكن تبص تلاقي حد ربنا كاتب له حج مرة اتنين تلاتة، وممكن واحد يحاول يحج ويؤجر على نيته، عشان برضه الواحد اللي عمله بالنيات، ومع ذلك لم يستطيع أن يذهب إلى الحج. بس كان صادق في أمنيته. كان صادق في نيته، إنما الأعمال بالنيات. فقالوا طب إزاي صوتي يبلغ؟ فقالوا أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وده كان بداية النداء ثم تلبية النداء بعد ذلك. بدأ بقى الناس الحج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بقى سيدنا جبريل وعلموا مناسك الحج، الطواف، السعي، رمي الجمرات، الوقوف بعرفة، تمام، المبيت بمزدلفة، وبين له هذه الشعيرة التي تغفر بسببها جميع الذنوب إذا توفرت فيها شروط. ما احنا أي عمل عشان الصلاة عشان تنهى عن الفحشاء والمنكر لها شروط، يبقى الطهارة والإخلاص. طب الحج برضه يشترط الإخلاص، وده أي عمل. زي أنا بدأت حلقتي قلت نجدد النية لله، ان احنا جايين عشان نتعلم ونعلم الناس ونستفيد وندبر القرآن. وده اللي انا قلته حضرتك في بداية الحلقة. قلت ان الحج مش انت بتروح بس رحلة وخلاص وبتظهر قدام الناس او تقول قدام اولادك انا رحت مرة واثنين، ويقول لك انا بقالي 4-5 مرات وسنين عمري. مش الفكرة مش في العدد، هي ممكن تكون مرة وتكون صادقة، صح؟ تمام. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا وسكت. فقام رجل وقال أكل عام يا رسول الله؟ فالنبي سكت، فقال لو قلت نعم لوجبت. أنا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ونهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلو الحج كل عام أو النبي قال له أكل عام كان وجبت علينا، فهي مرة واحدة في العمر تكفي، لأن أنت غسلت ذنوبك، إخلاص لله ده أول حاجة، مال حلال، وقبل المال الحلال القدرة على الحج، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. لما يجي واحد يقول لك طب أنا لو عندي دين، الدين ولا الحج؟ أقول له الدين. أمال الناس أول. طب أنا حجيت مرة عاوز أحج تاني، بس في واحد ممكن واحدة يتيمة، واحد كذا واحد كذا، عاوز أديله. ماشي أديله؟ قال له أديله جبر الخواطر والوقوف بجوار الناس، تؤجر برضه على الحج. وفك الكرب من الناس. دي حاجة كبيرة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وزي ما حضرتك ما قلت هي مش رحلة ان انا رايح وجاي عشان يتقال لي يا حج او اصرف او حاجات مرة او حاجات اتنين. العبرة بالقبول. لذلك في سورة المؤمنون ربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سئلت السيدة عائشة عن هذا المعنى، قالت إن المعنى ده إن بيأتي الصلاة، الواحد فينا بيصلي ويصوم ويزكي ويبقى خايف ألا يقبل منه، يبقى أنا العبرة بالقبول. طب والقبول عاوز إخلاص
وعاوز مال حلال. لذلك إذا لبس الحاج ملابس عبرة بالخواتيم والإخلاص والقبول والنية الصادقة بالنسبة للحج. بعد سرد هذا المشهد يمكن برضو اللي عايزين نؤكد ليه تاني انه الحج ده بمثابة جهاد، يعني هو نوع من انواع الجهاد، لانك انت بتترك مالك واهلك واولادك ومهنتك ووظيفتك وبلدك، يعني ده بيعتبر في برضو مشقة على النفس. فبتأتي بقى الآية 38 و 39 إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهنا الجزئية دي برضو بتتكلم تاني عن الحج، برضو بتؤكد تاني انه تدريب وتهذيب للنفس، وانه زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي انه كأنه جهاد. الناس كانت زمان تقول لك يا بخت اللي راح جاهد، يا بخت اللي ضحى بنفسه في سبيل الله. ما هو برضو انت بتتاح ليك فرصة هي ان انت تجاهد، بس بشكل بقى ايه مختلف. كلمة الجهاد عندما تطلق هي لا تطلق على جهاد الكفار فقط او الاعداء، لا، جهاد النفس، جهاد الشيطان. تمام. الصلاة تعتبر مثابة جهاد؟ لا، لان انت زي ما انت حضرتك كده حركات بدنية، تمام، ووقت بيقتطع من وقتك. الحج نفس القصة، مال دي واحد، صحة محتاج صحة ومحتاج كذا وكذا، وفي ناس هناك بتبقى رايحة، يعني نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، بيبقى رايح على كرسي متحرك ومشتاق وملهوف للحج وربنا كتبها له. فالمريض ده لما بيتحركوا بالكرسي ويتحرك، أليس هذا جهاد؟ جهاد. لما بتروح الحج إنسان يحج ويلبس ملابس الإحرام بيتجرد من جميع الزينة، مش دي تذكير بالقيامة وتذكير بالموت؟ لما بيروح جبل عرفات هناك في مكان منقطع، أليس هذا تذكير بالآخرة؟ وقت، مال، جهاد، صحة، فبياخد أجر كبير عند الله عز وجل. لذلك بيرجع من الحج وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام؟ بيرجع من الحج وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. في أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. لا كلام فاحش ولا قول بذيء ولا أي حاجة، إخلاص، مال حلال، فرجع كيوم ولدته أمه. الآية اللي حضرتك ذكرتيها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. زي ما قلت جهاد في الحج. الجهاد الثاني جهاد الأعداء اللي هو مين؟ الكفار. طب ربنا بيدافع عن مين؟ بيدافع عن المؤمن. ويدافع عن مين؟ عن رسله. تمام. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فبدأ يقول لنا إن ربنا بيدافع عن المؤمن ولا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دي أول آية نزلت أمرا بالقتال. يعني الأول ما فيش قتال، سلام. لما بقى بدأوا يخرجوا من مكة إلى المدينة وبدأ القتال فأمروا بالقتال، بس ساعة ما يقاتلوا قال لك ولا تعتدوا. يعني لما قال لك قاتل عشان ما يجيش حد يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، لا، الإسلام انتشر بالدعوة والأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة. بس لما بيجي الإنسان بقى بيتعدى أو يجي يبقى فيه ظلم، يبقى في الحالة دي يقاتل. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. شو بقى بيقول لك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وربنا بيدفع ده بده بده بده. ورجع بقى الآيات اللي بعديها ذكرت لنا أسباب النصر الحقيقية، لأن أي نصر مش بالقوة ولا بالعدد ولا بالعدة فقط. أي نصر، واحنا بفضل الله تعالى الأيام الماضية احتفلنا بنصر أكتوبر، حفظ الله جيشنا وشعبنا وأمننا. تمام. أي نصر بيأتي دائما يأتي بتعزيز وبقدرة من الله. ما انت عاوز عدة، وربنا اللي قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى جهز جيشي
وأعد العدة بتاعتي وكل حاجة، بس لا أتمنى لقاء العدو، لأن النبي اللي قال لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. طب أنا كده عندي عدد، عندي عدة، عندي سلاح، يبقى لازم أعرف إن النصر سيأتي بعد الله من مين؟ من الله، لأن ربنا اللي قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم في سورة آل عمران، وقال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم في سورة الأنفال، وقال في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فلما نجي نقول النصر بيبقى تأييد من الله مع الأخذ بالأسباب. لذلك لما تشوف حضرتك غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي في غزوة بدر النبي كان العدد كام؟ 300. المشركين كان 1000. انتصروا ولا ما انتصروش؟ انتصروا. لما جاوا في غزوة أحد والنبي وقف في الرماة كده على جبل أحد، لما خالفوا أمر رسول الله اللي حصل انهزموا. لما الرماة نزلوا يجمعوا الغنائم وشغلوا بالدنيا، وربنا قال في سورة آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، جت الهزيمة وقتل من قتل وبعدين جه النصر. طب يوم حنين لما المسلمين بقى لقوا نفسهم كسره كده وقالوا لن نظلم اليوم عن قله، ربنا قال لهم قال ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. يبقى النصر اللي احنا بنقول عليه بيبقى اولا بالاخذ بالاسباب، وقبل ذلك التوكل على الله. في الايه بقى اللي حضرتك بتقوليها ولينصرن الله من ينصره، شوفوا بقى اسباب النصر الحقيقيه. لان في سوره محمد قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طب عندنا هنا بقى ولينصرن الله من ينصر إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأنا عاوز أقول حاجة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لكل الناس، بس مش كل الناس تتكلم في كل حاجة تخص الدعوة والكتاب والسنة. تمام؟ أنا بأخلاقي الحميدة أو حضرتك أو أي حد من المشايخ بأخلاقه الحميدة دعوة إلى الله. لما الاقي حد بيلاقي حاجة مش كويسة بيعمل حاجة مش كويسة وهذبته وعلى علم. أنا عاوز أقول حاجة، سورة الحج اللي معانا دي فيها آيتين أو 4 قال لك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. تمام؟ فالمجادلة والعلم ودعوة الناس لازم تكون على علم وعلى دراية. طب أنا ما عنديش علم، ممكن أي حاجة لو بسيط أدعو بها إلى الله. يبقى أقام الصلاة، آتى الزكاة، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يمكن حضرتك قلت في البداية انه في سجدتين ده بتتميز بيهم سورة الحج، ان فيها في بدايتها وفي في منتصفها وقرب النهاية. عايزين بقى نتكلم عن سجدة منهم ونقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا برضو جميل جدا انه لازلنا في مسألة دعاية الناس إلى فعل الخير، وده بيجي كتير جدا بصور وآيات مختلفة انه يعني ما عليكم غير ان انتوا تجتهدوا في عمل الخير. تمام. ذكر في بداية أول سجدة ربنا قال لنبيه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي وقال يا ويلته أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فسجدت ولي النار. هنوضح ده أكتر بتفاصيل كتيرة مع حضرتك مع السادة المشاهدين، بس هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع مرة تانية.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام، بنجدد تحية لكل متابعي برنامج قوت القلوب. والحقيقة كنا اتكلمنا عن جزئية مهمة جدا قبل هذا الفاصل، قلنا ان في سجدتين عايزين نقارن بينهم، واحدة في الآية ال 18 والأخرى في الآية ال 77، ولكن في النهاية هي بيذكر فيها أنواع كثيرة جدا من الكائنات الحية اللي موجودة في الكون وبتسجد لله. فعايزين بقى نتكلم عن هذا المشهد لأنه جميل جدا الحقيقة وصعب جدا على العقل البشري ان هو يتخيله. الآية الأولانية رقم 18 ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ربنا بين أن كل ما في الكون يسجد لله بطريقته. طيب واللي يعرف معرفة كيفية السجود دي مين؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. تمام. في سورة الرعد قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تمام. وظلالهم بالغدو والآصال. يبقى السجود، سجود الجماد، سجود أي كائن حي،
اللي يعلمه مين؟ الله. بس لازم نعرف ان بيسجد طوعا وكرها، زي التسبيح. ربنا قال في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى دي أمور غيبية لازم نعرف إنه كل ما في الكون يسجد ويسبح، الملائكة كل ما في الكون يسجد. طب إحنا كبشر بنسجد لله عز وجل، تمام؟ طب وأنا ماشي سمعت آية زي دي مثلا وعارف إن دي سجدة، هاجي في نص الطريق واسجد ومتوضي؟ لا. أقول بقى بلساني: سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. تمام؟ وماشي. طب أنا قاعد متوضي اتجاه القبلة أسجد. تمام؟ يبقى كده الآية الأولانية وضحت، حتى ختمت في آخرها: وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. الآية الأخيرة اللي هي آية رقم 77، لأن الحج 78 آية. تمام؟ الآية 77 قال: يا أيها الذين آمنوا. قلنا بداية الحلقة يبقى دي خطاب لمين؟ خطاب للمؤمن. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر بالركوع، واسجدوا، أمر بالسجود. يبقى كده أمرنا باثنين: ركوع، سجود. واعبدوا ربكم، 3. وافعلوا الخير. الحاجات الأربعة دي إن توفرت في شخص المؤمن أصابه الفلاح. طب والفلاح مش في الآخرة بس، الفلاح في الدنيا يعيش مطمئن ومستريح، ده ربنا يبارك له في جميع ما يريد، والفوز بالجنة في الآخرة. لما قال: قد أفلح المؤمنون في سورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. جه في الآخر قال لنا آخر الآيات دي كده: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى أمر بالركوع، احنا بنركع لله، وأمر بالسجود نسجد لله عز وجل، وأمر بعبادته، وفعل الخير مع جميع الكائنات. لما اتكلم عن فعل الخير يبقى فعل الخير مع جميع الكائنات، مش هقول البشر بس ومش هقول المؤمن بس، لا، مع جميع الكائنات. اكون رجل مثالي. المسلم من سلم المسلمون من لسان وجهه. يبقى انا راجل مثالي، ما اعتديش على الطريق، ما اقطعش شجر، ما اذيش الناس، ما اعملش كذا. ما دي كلها مش افعال خير؟ افعال خير. يبقى افعال فعل الخير لابد ان نتنافس فيه. ربنا قال: فاستبقوا الخيرات في سورة البقرة، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى انا لما اجي افعل خير ما بصش اللي هفعل فيه الخير، ده انا حتى لو حيوان. أليس هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها؟ أليس هناك رجل دخل الجنة في كلب أو سقى كلبا فشكر الله له فغفر الله له؟ تمام؟ ألم يشتكي الجمل قسوة صاحبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له برفقا عليه؟ الجذع النخلة لما النبي ساب وترك وصعد على المنبر حن إليه جذع النخل فنزل من على المنبر وضمه إلى صدره وسمع النبي حنين الجذع. يبقى دي دلالة على أنه كل ما في الكون يسبح ويسجد بالله بطريقته ولا يفهمها ولا يعلمها إلا مين؟ إلا الله، ولمن أراد الله أن يعلمه. زي سيدنا سليمان. سليمان ما كان بيسمع، مش تعلم لغة الطير؟ تمام؟ ولما كان ماشي وجنوده فمر على واد من النمل سمع نملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خشوا بيوتكم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، ما يحطمكمش عشان يدوس عليكم. وهنا بقى وهم لا يشعرون. شوف النملة وذكاء النملة، ما برضه تخلق من مخلوقات الله. قالت: لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني عارفه ان لو حصل حاجه زي دي مش هيبقى في عيب عند سيدنا سليمان، لان هم ما بيشعروش بينا. شوف واصله وفاهمه ان الانسان او اللي يحدث من سليمان ان حصل حاجه ليهم سليمان يعرف. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوزعني. لما تفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد. شوف بقى الطير عشان تعرف حضرتك
ان كل ما في الكون يسجد لله. الآية دي بتاع سورة النمل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. شو بقى الهدهد؟ فمكث غير بعيد، يعني بعيد كده عن سيدنا، فقال أحطت بما لم تحط به. أنا جبت لك بقى حاجة، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من ملكة سبأ بنبأ يقين يعني متأكد منه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف الهدهد عارف إن ما ينبغي أن نسجد للشمس. السجود لمين؟ لربنا سبحانه لله. وتعالى. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا الهدهد بقى اللي بيقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني زي ما حضرتك قلت هنا اهو كان طير، ومع ذلك الطير كان لما شاف هذا الموضوع او الموقف او المشهد وتبين انهم بيعملوا حاجه غلط وانه الشيطان زين ليهم اعمالهم وبيسجدوا للشمس، عارف ان الشمس هو بتسجد لربنا بلغه مش بيسجد لأحد، انه القوم دول ضالين. تمام. ومن حتى ربنا في سورة فصلت وبعدين هو عارف ان الشمس بتسجد لربنا، تمام. مش حد بيسجد. لما جاب في سورة فصلت قال له من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جميل. مسك الختام زي ما بيقولوا. أنا بشكرك فضيلة الشيخ عماد محمود من علماء الأزهر الشريف، شاكرين جدا لوجود حضرتك معنا النهارده ونورت حلقتنا. الله يخليك، ربنا يجزيكم خير. شكرا جدا. أعزائنا المشاهدين بنتمنى يا رب نكون استعرضنا مع حضراتكم كل تفاسير بسورة الحج ووصلنا لختامها الحقيقة، واتكلمنا عن السجدتين وأهمية ذكر كل مناسك الحج في هذه السورة. حتى نلتقي معكم في حلقة قادمة، شكرا لكم. وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه